أحدهم كان تاجرا ليس من تجار الأثرياء جدا لكن يسمى تاجر، توفي رحمه الله، وعنده عدد من الأولاد، والكاش الذي تركه المال النقدي الذي في البنك قرابة 70 مليون ريال، يعني قريب من تقريبا 20 مليون دولار. هذا غير العقار والأراضي والعماير إلى آخره. أولاده استقبلوا الناس في العزاء ويعني وشكروهم وكذا ثم بدأوا يشتغلون بتقسيم الإرث. عنده 5، 3 أولاد وبنتين وزوجته، يعني كل واحد من أولاده ربما جاءه ما لا يقل عن يعني نقول 7 ملايين أو 8 ملايين. هذا الكاش النقد، هذا غير العماير والعقار وما شابه ذلك. أقبل إليهم عمهم، وكان عمهم رجلا صالحا، وكان الأب المتوفى يحب هذا العم حبا عظيما ويثق فيه ويوكله على أكثر أعماله، أكثر مما يوكل أولاده. جاء إليهم بعدما انتهى العزاء وقال: يا عيالي، يعني أحسن الله عزاءكم في والدكم، الله يغفر له ويرحمه، أبوكم لم يترك وصية ولم يوقف وقفا في حياته. يا أبنائي، أنا أريد كل واحد منكم من هذه 7 ملايين أو 8 التي جاءته، وأخواتكم كل واحدة قريب من 4 ملايين، هذا غير العماير وغير الأراضي، لو كل واحد يدفع منكم 200,000 نجمع منكم المجموعة كلكم يعني 1,000,000 أو قريبا منها، نبني لأبيكم مسجدا. فقال الكبير: أنا والله يا عم هي 7 ملايين ليست كثيرة، أنا بأبني بيتا أنا أريد أسدد ديون. قال: يا ولدي 200,000 من 7 ملايين أو 8 لن تضرك، وكلكم تجمعونها منكم. وقال للزوجة، والزوجة رفضت، والأبناء رفضوا، والعم بكى، قال: الله يرحمك يا فلان، يا عيالي أنتم عندكم عماير وعندكم أراضي، يا عيالي 200,000 100,000 نجمع 500,000 نبني لأبيكم مسجدا، لو في البلدان البعيدة الأرخص. قالوا لا. يقول: فحزن العم حزنا شديدا، لكن ماذا يفعل؟ وبكى وخرج من عندهم. وبعد 2 أو 3 أو أكثر ذهب إلى الرياض في شغل، وزار أحد أقاربهم، والتركة وزعت خلاص يعني بين الأولاد، فزار أحد أقاربهم وعزم على الغداء وجمع الأقارب. كان من ضمن الذين جاءوا إلى الغداء رجل كبير في السن، هو صديق للمتوفى، صديق في الرياض والمتوفى في خارج الرياض. فكان المتوفى إذا جاء إلى الرياض لأي شغل يجلس عند صاحبه في بيته ويقضي أشغاله ثم يرجع إلى مكانه. فلما جاءوا وجلسوا على الغداء، هذا الصديق يسأل العم هذا، يقول له: ايش أخبار فلان؟ ما درى أنه مات، ما بلغ. قال: ما دريت عنه؟ قال: لا والله. قال: الله يرحمه مات. قال: مات؟ قال: لي والله مات قبل 3 أسابيع، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه يجعله في الجنة. فبكى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي ما أحد خبرني ولا أحد قال لي. قال: والله ما عليش، أولاده ما يعرفون بعلاقتك به ولا عندهم رقمك ولا. فقال العم: طيب ما ترك وصية، ما ترك شيء؟ يقول: قال ذلك الرجل للعم: ما ترك وصية؟ قال: لا والله الله يهديه ما ترك، ليته وصى قبل أن يموت. فقال ذلك الصديق: بلى، قد ترك وصية وهي عندي، جاءني قبل 2 فقط وكتب، وتحدثنا عن الوصية، فمضينا من غد إلى القاضي في الرياض وكتبنا الوصية، وقال القاضي: تعال لي غدا حتى تكون مختومة ومعتمدة. فذهب هو سافر وقال: يا فلان استلمها وأرسلها إلي، أو إذا جئت مرة ثانية أخذها منك. يقول: فاستلمتها وهي عندي الآن موثقة من المحكمة، وقد أوصى فيها ب3 ماله يصرف في وجوه الخير. يقول العم: فقلت الله أكبر، عجل بها. يقول: فبعدما تغدينا ذهبنا إلى بيته وأخرج لي الوصية، فذهبت بها إلى البلد الذي أنا مقيم فيه إلى المحكمة مباشرة. فاستدعى القاضي أولاده وأخذ من كل واحد منهم 1/3 التركة التي أعطيت له، لأنه قد أوصى بال3. بخلوا ب200,000 وأخذ منهم ما هو أعظم من ذلك. ولذلك اكتب من اليوم وصيتك، عليك ديون، لك حقوق عند الناس، في أحد له حق عليك،
عندك خير، أوصي أن يكون هذا في كذا وكذا، ما دمت ما تملك مالك وليس لأحد سوى الله فضل عليك، احرص على أن تكتب وصيتك من هذه اللحظة.